في جرائم كتير بنكون فاهمين دوافعها: خيانة، انتقام، غيرة. حتى لو كان المبرر أو الدافع مش قوي بس بيكون مفهوم. لكن الحكاية اللي هنحكيها النهاردة ملهاش أي دافع أو مبرر غير الجنون. أهلا بيكم، أنا سمير يحيى وده برنامج طرف الخيط. حكاية النهاردة بتبدأ سنة 2024، بس عشان نفهم اللي حصل هنرجع بالزمن لورا شوية، وبالتحديد في سنة 2022 في منطقة منشية القناطر في قرية المنصورية. أحمد صابر شاب عنده 30 سنة وبيشتغل في مصنع للموبيليا. وأحمد في الوقت ده اتقدم لبنت اسمها حبيبة من نفس القرية اللي هو ساكن فيها وطلبها للجواز. وحبيبة وافقت على أحمد وتوسمت فيه إنه يكون شريك حياتها وسندها في حياتها اللي جاية. وفعلا بيتجوز أحمد وحبيبة وسط مباركة الأهل والجيران. واتجوز أحمد وحبيبة في بيت العيلة في نفس السنة وبالتحديد في شهر أكتوبر. وزي ما قلنا أحمد كان بيشتغل في مصنع للموبيليا، بس للأسف حبيبة اكتشفت بعد الجواز إن أحمد كان مستهتر ومش قد المسؤولية. أحمد كان مهمل جدا في شغله وكان بيروح يوم وبيغيب 10. ومع استمرار أحمد في إهماله لشغله بالشكل ده أحمد اتفصل من شغله، ودي طبعا كانت نتيجة طبيعية لاستهتاره. وبعد ما كان أحمد هو اللي بيعول أسرته أصبح عالة عليها، وكمان أصبح عالة على أبوه اللي ما كانش قادر يشوفه ومش قادر يصرف على بيته ويقعد يتفرج عليه. وحبيبة كانت متضايقة جدا من الوضع ده لأنها كانت حاسة إن أحمد حاطط إيده في المية الباردة زي ما بيقولوا، وما كانش شاغل دماغه إنه ينزل يدور على شغل أو يشوف شغل غيره. وفي الوقت ده كان ربنا رزقهم ببنت وسموها خديجة، والمفروض إن أحمد بعد ما خلف يبدأ يتغير ويكون قد المسؤولية. لكن أحمد كان زي ما هو ما بيتغيرش. وبالرغم ان حبيبة كانت مستحملة الوضع ده، لكن احمد بقى عصبي جدا وكان بيتخانق مع حبيبة ويضربها لاي سبب، وده طبعا لانه فاضي ومش لاقي حاجة يعملها. وهنا حبيبة ما قدرتش تستحمل الوضع ده اكتر من كده، وما كانش فيه حل قدامها غير انها تسيبه وتروح على بيت اهلها، يمكن يندم ويرجع عن اللي هو فيه ويحس بقيمتها هي وبنتها. وبعد تدخل من الاهل والاقارب حبيبة بترجع تاني لشقتها ولبيتها. بس المفاجأة إنها لما بترجع بتلاقي عفش كتير في البيت متكسر. وأحمد هنا بيقول لها إنه ملبوس وإنه عليه جن، وإن هو اللي بيخليه يعمل كده وبيخليه في الحالة دي، وهو اللي بيخليه يتعصب عليها ويضربها. وطبعا حبيبة ما اقتنعتش بكلامه، ولكنها قررت إنها تستحمل وتمشي الدنيا عشان ما تخربش على نفسها وعشان كمان بنتها تتربى وسطهم. وأحمد في الوقت ده بدأ ينزل يشتغل في الخردة، وحبيبة قالت إن ربنا هداه وبدأ يتغير ويحس بالمسؤولية، بس للأسف اللي فيه طبع صعب يغيره. أحمد برضه ما استمرش في الشغل وبدأ يرجع لعادته القديمة وينزل الشغل يوم وعشرة لأ، ورجع لنفس الإهمال واللامبالاة بتاعت زمان. وفي خامس أيام عيد الفطر المبارك حبيبة قررت إنها تسيب البيت للمرة التانية، بس المرة دي هتبقى بلا رجعة لأنها خلاص زهقت منه ومن طبعه المستهتر. وأبو أحمد لما عرف بكده زعق لأحمد وعنفه وقال له إنه كده بيدمر بيته وحياته، بس أحمد مهتمش بكلام أبوه. بالعكس أحمد زعق في أبوه وكمان هدده وقال له إنه لو مسكتش هيبوظ له محصول الزرع بتاعه. ومش بس كده، أحمد فعلا نفذ تهديده لأبوه وراح على الأرض اللي هو زرعها وقعد يشيل في الزرع ويخرب له في المحصول. واحمد ما اكتفاش بكده، احمد فضل مكمل في الشر اللي اتملك منه، وبدأ يهدد حبيبة مراته انها لو مرجعتش البيت هيموت خديجة بنتهم، وقال لها كده بالنص: لو مرجعتيش البيت هحرمك من بنتك. وابو احمد بدأ يتكلم معاه تاني بالراحة ويحاول يعقله ويفهم منه هو ليه بيعمل كده. واحمد قال له انه عليه جن واوقات كتير مش بيكون دريان باللي بيعمله، وطلب من ابوه انه يشوف له حد بيعالج بالقرآن. وابو احمد بيعمل كده وبيجيب له شيخ يشوفه عشان يعالجه بالقرآن. ولكن الشيخ بعد ما بيقرأ عليه القرآن بيبلغهم ان احمد ما عندوش اي حاجة ولا عنده اي نوع من انواع المس، ونصحهم بس انهم يودوه لدكتور نفسي لانه ممكن يكون عنده شوية تعب نفسي. وفي الوقت ده حبيبة كانت قاعدة عند بيت أهلها وكانت مقررة إنها خلاص هتنفصل عن أحمد وطلبت منه الطلاق، ولكن أحمد رفض يطلقها، ولأن حبيبة كانت مصرة على الطلاق قومت محامي عشان يرفع لها قضية طلاق، لأنها كانت كرهت الحياة معاه وما كانش عندها أي استعداد إنها ترجع له تاني. وبالرغم من كده حبيبة ما كانتش مدخلة خديجة بنتهم في المشاكل اللي بينهم، ولا كانت بتمنعه إنه يشوفها أو إنه ياخدها تقعد معاه. وكان في حد من المعارف بياخدها ويوديها لأحمد عشان يفسحها أو عشان تزور جدها وجدتها. وفي الوقت ده كان في محاولات من الناس المقربين ليهم إنهم يرجعوا حبيبة لبيتها ويحاولوا يصلحوا بينهم من تاني.
ولكن حبيبة كانت رافضة ومصرة على موقفها، وكان شرطها الوحيد للرجوع انه يرجع يشتغل من تاني ويشيل المسؤولية، واللي كانت عارفة ان ده عمره ما هيحصل. ومع استمرار الخلافات والمشاكل بين احمد وحبيبة واصرارها على الطلاق، احمد كان دايما بيهدد حبيبة انه هيقتل بنتها واللي هي بنته كمان. لكن حبيبة كانت بتتجاهل كلامه وكانت مقتنعة ان ده مجرد تهديد، وانه اكيد مش ممكن يأذي بنته اللي من لحمه ودمه. ومع تجاهل حبيبة لأحمد ولتهديداته، أحمد يقرر إنه ينفذ انتقامه المجنون واللي ما يحصلش من أب أو حتى من أي بشر. وفي يوم 9 من شهر يوليو لسنة 2024 أحمد بيروح ياخد خديجة بنته من عند مامتها علشان يفسحها، وكمان عشان تزور جدتها وجدها. وراح بيها على البيت وطلعوا على الشقة بتاعتهم، وحماها في بانيو بلاستيك صغير كان دايما بيحميها فيه، وكمان سرح لها شعرها. وبعدين نزلوا على شقة أبوه وساب خديجة تقعد مع جدتها وجدها، وفي الوقت ده أخوه كمان كان قاعد معاهم. وبعد شوية نزل أخدها وطلع على شقته. لكن بعد شوية أهل أحمد سمعوه بيصرخ وبيزعق بكلام مش مفهوم، وكان نازل من على السلم جري ومشي بسرعة من البيت. فطلع أخو أحمد وأمه بسرعة على شقته عشان يشوفوا فيه إيه. ولما دخلوا الشقة وبالتحديد أوضة النوم، اتفاجئوا بمنظر مرعب وقاسي جدا. كان البانيو اللي خديجة بتستحمى فيه مليان مية، وخديجة راسها جوه البانيو وقطع النفس. وأم أحمد من الصدمة ما كانتش عارفة تعمل إيه، فندهت بسرعة على جوزها عشان يودوها المستشفى ويحاولوا يلحقوها. لكن خديجة للأسف كانت اتوفت. وبعدها اتقبض على أحمد وتمت محاكمته واتحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي الحقيقة أنا مش قادر أفهم إزاي أب يعمل كده في بنته أو في ابنه، وهل فعلا في حد ممكن تفكيره يوصله لكده؟ وهل هو كده انتقم من مراته ولا من نفسه؟ ياريت تكتب رأيك في الكومنتات، وإزاي أب ممكن يعمل كده في بنته. وشكرا لكم على المتابعة لو كنتوا وصلتوا لنهاية الفيديو.